جرى استدعائكم نعم. من قبل من؟ من قبل العقيد تيد سير. هذا يعني برتبة عقيد ملحق عسكري أمريكي. اي، وكان بخصوص متعلق 10 رحلات جرت 2002، يعني قبل الغزو الامريكي بشهور. اي باشهر. الموضوع شنو يعني؟ الموضوع كان اكو بسوريا فوق حماة سد حوالي 60 كيلومتر اسمه سد زيزون. هذا السد انهار بسبب امطار وهاي، فغرق 3 قرى. العراق دز مساعدات، يعني ارسل مساعدات. اي، ليش يرسل غير طياره عملاقه جنبه؟ السد يعني انهار بتاريخ 4/6/2002. بدأ العراق يرسل طائرات جسر جوي، سوى الحقيقه فرق المساعدات في الجسر الجوي. احنا من 16/6/2002 الى 25/6/2002 بمعدل 40 طن بالرحله. 40 طن؟ اي نعم، يعني 10 ايام، حوالي 10 ايام 400 طن. المانيفست مال الطياره يقرا مساعدات انسانيه، فالصناديق اللي صعدوها انت ما تعرف يعني هل هي ادويه ايش بيها كابتن مالته. العقيد تيد ماذا قال لكم؟ انسان جدا مؤدب، قال انا جاني من ماي بوس بواشنطن بانه استفسار على هالرحلات منك، انه يعني شكوك انه كنتوا تنقلون اسلحه كيميائيه. هم يخمنون نتيجه الاقمار الصناعيه يعني والاواكس لانه هاي بيها، بس اللي يثبت منه وما قدروا يثبتون. هم رادوا من يثبت لهم بانه سبب غزو العراق هي اسلحه، بس من يقدر يثبت؟ هذه اي سنه؟ هاي سنه 2006.